سلام. كتبدا القصة ديالنا مع واحد الطباخ سميتو بول، طباخ المشاهير والأغنياء ديال البلاد، وكيهتم بزاف بالتفاصيل الصغيرة، وهذا هو السر ديال النجاح ديالو. حتى ولا مشهور لدرجة ما كاينش شي حفلة ديال الأغنياء اللي ما كيجيش باش يطيب فيها، وعنده مطعم في أرقى الأحياء في البلاد. أما هادي بنت فقيرة وخدامة في ريستورا شعبية، وكان ديال باها قبل ما يمرض، وهي اللي مكلفة بها دابا، وتعلمت الوصفة ديالو وولات كتقن الوصفة أكتر منه. أما هذا سميتو طونك، اللي أول مرة غادي يجي لهذا المطعم يجربه، وعجبو كيفاش كطيب وما كتخافش من العافية. وقبل ما ياكل الوجبة شمها، ومن بعد كلا معلقة وحدة وعجباتو الماكلة، ومشى عندها عطاها الكارطة ديال المطعم ديال بول، لكن هي ما كانتش مهتمة، وقال ليها خسارة موهبة بحالك تكون مردومة في هذا الحي. وهي خدات لاكارت غير باش يبعد منها، وما عارفاش داك المطعم ديال من. بالليل غادي يجيو عندها صحاب هاد الجامعه باش يتعشاو، كانوا كلهم كيقراو وما لاقينش الخدمه، وكانوا حاقدين على ولاد الاغنياء حيتاش كيخدموا بلا كفاءه، وهما كيقراو كينشروا السيفيات في الشركات. وقالوا ليها على الاقل لقيتي المطعم ديال باك فين تخدمي. وفاش شافوا عندها لاكارت صاحبتها قالت ليها باللي هذا اشهر مطعم في البلاد، ومولاه هو بول، أرقى الطباخين في المدينة، وتعجبوا كيفاش ما قبلاتش تخدم فيه. ومشات للبيسي كتقلب على المطعم، وبصح لقات بول مشهور بزاف وقدر يحقق نجاح كبير غير بالطبخ. وعجبتها واحد العبارة تيقولها: واش بغيتي تعيش عادي ولا تكون مميز؟ وهي بطبيعة الحال كانت الأمنية ديالها هي تكون مميزة. لا غد لهيه مشات للمطعم باش تطلب الخدمة، وكان لباسها عادي بحال ولاد الشعب، وغير دخلت للكوزينه تعجبات من الادوات اللي كيخدموا بها، وعرفت باللي كانت خدامه تحت الصفر. ولكن في هذه اللحظه غادي يجي واحد من اسره لاباس عليها باش يستاجي حتى هو. غادي يدخل بول، وفاش شافهم بجوج قرر باش يدير بيناتهم العدل ويدوزهم في مسابقه، واللي قنعوا هو اللي غادي يبقى. وطلب منهم باش يطيبوا ليه الروز. خونا بقى كيضحك وقال هادشي ساهل، طلع النيفو شويه. وغيبداو بزوج كيجمعوا داكشي اللي غادي يحتاجو. خونا مشى كيجمع المكونات الغاليه وبدا الخدمه، وكان كلشي عنده بالعبار ومنظم. اما هي جبدات الروز العادي وشب بيضات والسلام، ولكن بول كان مراقبها وكيشوف كيفاش كطيب الروز من فوق العافيه. وفي الاخير خونا وجد الطبق ديالو كان مقتنع به. اما هي دار طبق ما منظمش في الشوفه. بول شاف الطبق الاول ولقاه منظم، ولكن الروز كان معجن. فاش شاف الطبق ديال البنت كان عشوائي، ولكن الروز كان طايب مزيان. هز معلقه وشمها وقال لصاحبنا رجع بحالك. وفاش اعترضوا قال له واش هادي دابا ماكله؟ بول غادي يضربوا لوجهه وقال له ما كتفهم والو في الطبخ. فاش مشى سول البنت وقال لها واش كتعرفي تخدمي العافيه بلا ما تخافي؟ قالت له هذا الشيء مولفه في المطعم ديالها. قال لها وعلاش رضيتي تدخلي في المسابقه؟ شافت ليه في عينيه وقالت ليه باش نكون متميزه، واول مره غادي تعجبو الشخصيه ديال شي واحد، حيتاش هو كان عنده نفس الهدف الاول. كان ما باغيش يبين ليها باللي عجبو الحال، وقرب ليها وشم ريحتها. قال ليها فيك ريحه الشعريه. دخلت الدوش وبقات كتشم راسها باش ما تكونش فيها ريحه خايبه، ولبسات وكانت فرحانه بزاف. والطوم اللي عطاها لاكارت في الاول كان تا هو خدام في داك المطعم، وعرفها على الفريق ديال العمل ديالهم، وكل واحد فيهم كانت عنده مهمه. وسولته هي شنو غادي دير؟ قال ليها يمكن غادي تكوني مقابله المقله. هاد اللحظه غادي يدخل بول وغادي يجبد اللحم. بدا كيقطع طريفه رقاق وقال ليها هاد الطرف راه غالي بزاف، بغيتك تقطعيه على هاد القياس وتقليه بلا ما يفقد الرطوبه ديالو. بدات تقطع وهو كان واقف عند راسها وكيغوت وتيقول ليها قطعي رق من هاد الحجم. بدات كتقلي اللحم، ما كانتش عجبه الطريقه، هو يتعصب عليها. قال ليها كتجيبي اللحم قاصح، وهاد اللحم اللي كتضيعي راه غالي بزاف. وقال ليها شرحت لك كل شيء بالتفاصيل، طبقي غير داكشي اللي قلت لك. وفاش ما عرفتش عاوتاني قال ليها فشلتي، وانا ما عنديش شي حد فاشل في الفريق ديالي، من الاحسن ترجعي للماكله ديال السربيس ديالك. بقى فيها الحال وبقات كتبكي، ورجعت لبسات حوايجها ديال الفقراء وقررات باش ترجع لحومتها. ولكن قبل ما تخرج فكرات علاش جات وما بغاتش تستسلم. رجعت للكوزينه عاوتاني، جبدات داك اللحم اللي قطعت كامل وبدات كتقلي فيه. الاولى حرقاتها والثانيه والثالثه، والفريق كله سالا خدمته ومشى بحاله. فاش رجعوا في الصباح غادي يلقاو الكوزينه مبهدله وغادي يشوفوها بايته في الكوزينه في الارض. فاش دخل بول بقى مستغرب حيتاش ما مشاتش بحالها، وهي وقفت قبالته وتحداته وجبدات اخر طرف ديال اللحم بقى ليها وقلاته بطريقه صحيحه. ملي سالات
شدها في يديها وبدا كيلاحظ ولقاها رقيقه بزاف وطيبه مزيان وما قاصحاش ومطبقه كاع داكشي اللي قال ليها بالحرف. وشاف في الفريق وقال ليهم بدلوا حوايجكم باش نبداو. توم غادي يعطيها فوطه باش تمسح يديها وهي غادي تنتبه ليديها كلها تحرقات، وهي كانت كتعلم باللي دازت الايام وغادي تجي اول حفله ديال العشاء، وكانت هي اول مره غادي تخرج معاهم. وكان ديك الحفله ديال واحد السياسي معروف في البلاد وطلب منها باش تبدا تقلي اللحم كيما علمها، وغادي تنجح بمهاره وكل شيء عجبو الحال وعجبتهم التقنيه ديالها. بول وجد الطبق ديالو وكان فيه طرف ديال اللحم ولكن فيه الصلصه ديال الدم. بداو كياكلوا بحال الزومبي وعجبهم الحال. طباصل لحسوهم وكان عارفهم غادي ياكلوه واخا فيه الدم، لحقاش الاغنياء كيبغيو يجربوا اي حاجه ماشي عاديه. في هاد اللحظه رجل اعمال غادي يقرب من عند الطباخه، عطاها لا كارت ديالو وقال لها لا احتاجيتي شي حاجه اتصلي بيا. وفاش كانت كتمشي للدار ما بقاش عاجبها الطياب ديال المطعم ديالها حيتاش كتشوفو فقير والمكونات ديالو بسيطه بزاف، وخاص الشكل ديال الطبق يكون متميز باش يفتح الشهيه. وهنا غادي يتصل بها توم باش تمشي معاه يتقداو للمطعم. غيعجبها توم حيتاش كيشري من عند الفقراء، يعني الاغنياء كياكلوا والفقراء كيستافدوا. والغد ليه في المطعم غادي تلاحظ باللي بول ما كيخليهاش تخدم. فاش سولاتو على السبب قال ليها انت ما كتعرفي ديري حتى شي حاجه من غير القلي، وتحداها تقطع الخضره بحال المحترفين. بدات كتقطع وتيقول ليها بالزربه، وفاش زربات غادي تجرح يديها. شاف فيها وقال ليها هكا ما عمرك غادي تعلمي شي حاجه. وغادي تكون عندهم حفله جديده ديال الطلبه الاغنياء، والمساعدين ديال بول شافوهم صغر منهم ولكن بفلوسهم خلاوهم يجيو لعندهم ويخدموا عليهم. البنت سمعاتهم ما عجبهاش الحال تكون مساعده، ومن هذا النهار قررت باش تخدم على راسها وتولي متميزه اكثر من بول، باش الاغنياء يبقاو يطلبوها باش تزيد العروض ديال الطبخ ديالها بحال بول. وفاش مشات للدار طيبات لصحابها طرف د اللحم الغالي ولكن حتى واحد ما عجبو. فاش قلت لهم الشعريه كلاوها وكانوا فرحانين بزاف. الغد لهي غادي تمشي عند توم، طلباتو باش يعلمها كيفاش تقطع الخضره بحالو وتكون متميزه في الكوزينه ديال بول. وغادي يدوزوا الليل كامل كيتعلموا، وغتشوف باللي اللحم اللي كيخدم به بول عند توم في الدار. صباح في المطعم غادي يشوف بول واحد من الخدامه كيكمي وشدو خشالو راسو في الصوبه بالكارو ديالو وقال له شربها، وقال له ريحه الدخان ديال الكارو ما خصهاش تكون في الماكله ديالنا. وقال ليهم شي حد من الفريق ديالنا كيسرق اللحم واللحم الغالي باش كنخدمو، وإلا ما عرفتش دابا غادي نعرفوه من الكاميرا. هي كانت متاكده باللي توم هو اللي سرق، ولكن المساعد الاخر وقف وقال له انا حيتاش من حقي ناكل انا اللحم اللي كنطيب للاغنياء. بول ما عجبوش البلان وقال له الا بغيتي تاكلو خصك تشاور معايا وغادي تاكلوه هنا في المطعم ديالي وغادي نتخلص منه. وجرى عليه المساعد زول الطابليه ورماها في وجه بول. وفاش مشى قال لهم باللي هاد البنت هي اللي غادي تولي المساعده ديالي من دابا للفوق. وهذا القرار ما عجبهمش كاملين حيتاش كلهم كانوا قدام عليها، لكن حتى واحد ما قدر يهضر معاه. لا غد لهيه غادي يمشيو يطيبوا لواحد الاسره، والبلاصه فين طيبوا ليهم كانت فقيره بزاف. واستغربت البنت من هذا الشيء، كيفاش هاد الناس عندهم الفلوس باش يطيبوا لهاد الشيء كامل. لا غد لهيه في المطعم بول غادي يجري على واحد اخر حيتاش دار نك هاد الحوت في الصوبه، والكليانه عندها حساسيه من الحوت ونض كيطيب راسو وخدم غير بالماء الروبيني ومكونات فقيره بزاف، وكان باغي غير يعتق الموقف وهي كتشوف فيه مستغربه. اول مره يستعمل مكونات فقيره في الطبق ديالو. غادي يجري على المساعد وما رضاش وغادي يشد واحد الموس وغيضربو في الكرش. فاش دخل بول الطبيب البنت عرفاتو باللي ما عندوش اسره حيتاش حتى واحد ما جاي يطلع عليه. وفاش فاق كان معصب على الفرمليه حيت الطياب ديالهم ما كانش زوين، وقال ليها انا طباخ وكناكل ارقى ما كاين. سمعتو البنت طيبات الشعريه اللي كتصاوب في المطعم ديالها، وفاش كلا منها وهاد الوصفه ديال باها والمكونات ديالها بسيطه ولكن كطيبها بالحب داكشي باش كتجي ناجحه. ولكن قال ليها ما كايناش شي حاجه سميتها كطيب بالحب. وسولاتو علاش بغيتي تكون طباخ، وقال ليها باللي مو كانت خدامه عند وحدين اغنياء وهو كان صغير وشاف الماكله الغاليه لاول مره في حياته. وفاش فتح الثلاجه باش يذوق غادي يشوفوا ولد مولات الدار وغادي يطيح القرعه ديال الكافيار، ومن بعد غادي تتبهدل مو بسببه هو كيشوف. ومن هاد اللحظه قرر باش يولي طباخ مشهور ويخلي الاغنياء يتصلوا به ويرغبوه باش يطيب ليهم.
هاد اللحظة باها غادي يمرض وغادي يدخل للطبيب، وكان مريض بزاف. وفي التلفازة سمعت باللي آخر أسرة طيبوا ليها الأب قتل مرته وبنته ومن بعد انتحر، وعرفت باللي كان باغي غير يعشيهم عشاء غالي قبل ما يقتلهم. لا غد ليه كانت حفلة جديدة، وكان مول الحفلة كيصيد واحد الطير مهدد بالانقراض باش بول يطيبه، وقالت لهم باللي هاد الشيء ماشي قانوني، ما يمكنش نطيبوه، وقال لها باللي هذه هي خدمتنا وما عجبهاش الحال، وقدمت الاستقالة. واتصلت برجل الاعمال اللي عطاها لاكارت وقال لها غادي نفتح لك واحد المطعم وغتكوني انت المسؤولة عليه. داكشي اللي كان فتح لها المطعم ونجحت فيه وولات مشهورة بزاف، وكان سبب الشهرة ديالها كيفاش كتقلي اللحم وهي ما خايفاش من العافية. باها في الطبيب مراقب النجاح ديالها وكان فخور بها بزاف، ولا المطعم ديالها كيشدوا عليه الرونديفو شهر من قبل. وهنا صديقها توم شافها ولات كتشبه لبول وكتهضر بحال الطريقه ديالو، وهي ترد عليه وقالت له هذه غير الغيره اللي كتهضرك، لحقاش ما قدرتيش تحقق الحلم ديالك بحالي. ورجل الاعمال قال لها باللي غادي تكون في عيد الميلاد ديال وحده مشهوره وغادي يجي عندها من بعد بول للمطعم وغادي توجد له واحد الوجبه خفيفه. وفاش طلبت الراي ديالو قال لها الرأي ديالي ما بقاش مهم حيتاش وصلتي للشهرة اللي كنتي باغية. وهو خارج قال لها كنت كنتمنى تبقاي في المطعم ديالي اكثر من هكا حيتاش كان مازال خصك تعلمي شحال من حاجة. وقال لها باللي غادي يتلاقاو مرة أخرى في عيد الميلاد ديال ديك البنت المشهورة. وتصدمات حيتاش كانت كتظن باللي غتكون بوحدها في داك الحفله، ولكن اكتشفت باللي غادي يكون عندها منافس قوي واللي هو بول. بدات الحفله وتما عرفه باللي حتى شي واحد ما كيعرفها وكلهم كيعرفوا غير بول، ولكن واخا هكاك قدرات تطيب طبق لذيذ بزاف. وهاد اللحظه غادي يدخل بول بواحد العرض كلشي انبهر منه وبدا كيشوي حولي كامل بطريقه غريبه وكلهم بداو كياكلوا بهستيريا. هنا البنت قررت باش ما تستسلمش ورجعت تطيب عاوتاني، لكن هاد المره طيبت لهم الشعريه اللي كانت كدير في المطعم ديال باها، واخا المكونات ديالو فقيره طيبته بالحب. الناس جربوه لاول مره وعجبهم بزاف، ولكن بول قدر تاني مره يسرق الاضواء من بعد ما وجد الصوبه ديالو اللي كان كيتقنها. البنت كانت متاكده باللي صاوبها بالماء ديال الروبيني والناس شربوها وكان عجبهم الحال. وهو قرب ليها وقال لها الاغنياء باغيني انا وغنبقى ديما انا هو الطباخ المفضل عندهم، واخا نسلق ليهم غير البيض. ولكن في هذه اللحظه غادي يدخلوا البوليس وغادي انتشر فيديو ليه هو كيطيب داك الطير اللي كان مهدد بالانقراض وصيده. وعرف باللي توم هو اللي صوره وشاف البنت وقال ليها غادي نرجع مره اخرى، ولكن هاد المره غنرجع اقوى من الاول. غادي يكونوا الاغنياء كيتسناوني نخرج باش نطيب ليهم داك الطير اللي تشديت بسببه. في هاد اللحظه البنت بقات كتبكي وكتشوف في الحفله والناس اللي تما وكتشوف في الماكله اللي كياكلوا. توم قال ليها صافي تهنينا من بول وانتي دابا غادي تولي هي رقم واحد، وطلب منها باش تلبس مزيان وتستعد للشهرة. ولكن هي غادي تكون حزينة حيتاش توم خان الرئيس ديالو. قال ليها ياك انتي اللي قلتي لي ندير اي حاجه باش نكون ناجح. غادي تسمح فيه وغادي تخرج وبقات كتشوف في الفقراء اللي كياكلوا من الازبال وغادي ترجع للحي الفقير ديالها وللمطعم ديال باها. غادي تلاقى باها وغادي تعنقوا وغادي تجي حتى اختها اللي مده هذه ما شافتهاش. تما هو يقول لها صديق هذه الجامعه مزيان اللي رجعتي، راه حنا كنقلبوا على طباخ جديد للمطعم، وغادي تطلب منه يساعدها باش تفتح قناه في اليوتيوب. شدت المقله وقالت له غادي نبدا من هنا من البلاصه اللي كبرت فيها. وشدت المقله ديالها وسولاتهم واش فيهم الجوع. كلشي تحمس وبدات كطيب ليهم الشعريه المعروفه ديالها بكل حب. وهنا غادي نعرفوا باللي كل واحد فينا عنده طموح، كل واحد فينا كيحلم انه يكون ناجح في الدومين ديالو، ولكن الاهم هو نكونوا راضين على نفوسنا ونخليو الناس يبغيونا كيما حنا بدون تقليد.